سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم هانيه. تتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو لقاكم بالصحيحه والعافيه والعوينات. المهم ما تجوش على بالك نفس البيجامه اختي تلقاها مريحه. تنصور معكم بها، اما راه زعما البيجامات تيكون بعض المرات قافزين داكشي. المهم تعجبني هذه مريحه، نصور معكم بها. المهم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم هانيه. تتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه تكون بخير وعلى خير. المهم اختي غابره عليكم، شوفوا عيني دابلين، انا راه فقت قبيله ولكن عيني باقي ما فاقوش. عين فايقه وعين ما فايقش. المهم ما تجيبش عليا. صافي لقيتوني فطرت اختي، وولدي فيه النعاس رجعتوه نعستو، وباقي ما جمعتش الدار، وبقيت شاده تنمونطي لكم واحد لا فيديوهات، وبقيت دايره في المونتاج حتى تنحس راسي صافي حان الوقت اللي استعدت نوض نجمع داري قبل باش نشقى بلينيرجي فيا وجهي. الصباح حكيت غير سنيناتي باقا شي واحد هنا، حكيت غير سنيناتي وصافي. تقاد ليا الصابون ديال سيغاف، وباقي دابا حاليا الوسط 10 خويتي، ماشي وقيته باش نتقدى. تقاد ليا الصابون تاع سيغاف، وتقاد ليا الكريم تاع سيغاف. اشنو درت انايا؟ خديت اوراق السدر والشوفان والغسول الابيض، طحنتهم مع بعضياتهم. باقي كاع ما درتهم في البواطه، يلاه كيما جبتهم كيما باقيين وكفيت على الزيت تنقيتهم ودرتهم. المهم هانتوما شفتوا البودر كيفاش تيولي، نوريكم. هانتوما شوفوا كيفاش تيولي البودر ديالي. تناخذ بحال هكا 3 المكونات اللي فيها البنات. هذا هو المنقيط ديالي. الى شفتوا اصلا وجهي هاد الايامات مع الرحيل والستريس والاعصاب، ماشي سهل الرحيل، وماشي سهل تحولي من دار لدار، وماشي سهل باش تقلبي. كوميم بعدا الله يجازيهم بخير، بعدا هادشي مع وليت نتعامل مع الوسيطين العقاريين. هكا تنجيب لهم الناس وسميتو. كوميم تسيستات لي شي شويه القضيه، واخا كيبيو لي الدروج وهذا ولكن لقيت ايجابيات اخرى الحمد لله والشكر لله. اللهم طواليت. المهم تشوفوا ترد الكريم بحال هكا بين يدياتي بجوج، او ندير الوجه بحال هكا. ندير شويه الماء حيت نسيت ما فاتكش وجهي في الاول. نجيبوكم في الاول ولا قلت لكم ماشي وقيته باش انا نشري، واصلا علاش ما شريتوش ماشي تاع دايره قدامي واحد الهدف بغيت نشري اختي، غنبارطاجي معكم. ايوا صافي البنات، غنشدوك اوراق السدر كي قلت لكم مع الشوفان والغسول الابيض. هكا درتهم على وجهي وخليهم واحد شويه وغسلوا وجهكم. البنات اللي عندها البشره الدهنيه طلق ليها هاد الوصفه، اللي عندها البشره مختلطه طلق ليها هاد البشره، واللي عندها الجافه غير تغسل بها وتشلل وجهها، حيت الا خلاتها فيه ممكن البشره ديالها تنشف، ولكن تيخلي لك واحد النضاره غزاله البنات في البشره ديالكم. هو باش غادي نرطب هو اللي متوفر عندي في الدار، يعني ما عنديش باقي ما شريتش الغسول ديالي ديال صغار. المهم غادي نقضي الغرض بهذا. هذا ترطب به يدياتي، ترطب به لو كور ديالي، حتى الجسم ديالي من ورا الحمام ترطبو به زوين. تيدير في لا فارماسي غادي 50 درهم، قل شي 2 دراهم ما بقى. غادي نرطب وجهي بحال هكا، نرطب يديا. المهم ما تكدروش حيت هو داير تقي ما تشربوش البشره دغيا.
صافي البنات هنايا كنت نكمل شقايه بالزربه صراحه الله، حيت كان السيد جاي في الطريق اللي جايب لي داك الشيء اختي اللي شريت. المهم البنات واخيرا شريت واحد البلاكار زوين والثمن جد مناسب. صراحه الله خديت واحد البلاكار غزال انا نبارطاجيه معاكم للصباب تاع البنات وعلى قد الحال. المهم البنات غزال صراحه الله. دزت هنايا من بعد ما ساليت الماعن وحطيتهم يتسقطروا، دزت هنا للطبله مسحتها. بالنسبه للبنات لهاد الكراسه راني بعدا لقيت واحد السيد باقيين عنده تيتباعوا، خديت من عنده واحد اللي درس ليا. ايوا ان شاء الله حيت كانوا عندي 3 وراه درس واحد خويا درست لي الرجل. ايوا صافي هنايا وليت قديت بواحد عادي وشريت واحد اخر. هذا كان عندي لقيته في هذه الدار هذه صراحه وشريت واحد اخر. المهم دابا عندي 4 الكراسه بعدا دايرين على الطبله. ايوا صافي هنا دزت شطبت جناب الطبله كلهم. صراحه انا ولفت هذه القاعده تشطب عاد جفف صراحه زوينه بزاف. ايوا صافي المهم دايره تشطيبه دايره كبيره على الدار. تدوز واحد الشطيبه وحده تدخلي لك الدنيا نقيه. من بعد ما تدخلي لك نقيه تبان لك دغيا تتجفيني الجفاف ما باقيش انت تجفي هو تيجمع لك الزبل حاشاكم. صافي تندوز هاد الكونه تاعت ولدي تنجمع ليه اللعاب ديالو فيها. نحيد اللعاب اللي كتارين عليه. صافي دزت هاد البويته البنات هو فاش نجلسوا بزاف. المهم دايره فيه هاد الال بجوج طلقان. ايوا وهكا نشطبو حتى هو والكونه حداه. حيت علاش مخليت فيه الكونه حيت الكونه هي فاش لقيت نلعب فيها ولدي. ايوا صافي وندوز هنا نشطب البالكون اللي في هذا البيت صراحه حاطه فيه البوطه ان شاء الله حتى نبغي نعمرها. ايوا صافي البنات هنا غادي ندوز نشطب حتى الكوزينه حتى هي. فاش تنشطبها صافي تيبان لك الشقه ساهله البنات. دابا غير يجفيف والبوطاجير نقي لافافو خاوي. صافي ونشر دوك الحويجات اللي بقاو ليا. المهم شرطهم غير بحال هكا نشرت الحويجات. ايوا صافي هنايا طلقت شويه البخور في هذيك المبيخره. ايوا صافي الدنيا دابا كمجموعه. وهذا البنات هو البلاكار اللي خديت. قولوا لي البنات كيفاش جاكم. صراحه انا عجبني بزاف. وليديات ديالو شوفوا كيفاش دايرين صراحه فنيون كيوت اختي كيوت والله الا خديته بالعشق. قولوا لي كيفاش جاكم. صراحه لقيت واحد كبر منه بواحد شوي ولكن ما خديتوش خديت هذا. المهم غزال البنات تبارك الله ما شاء الله غزال. وهز ليا كاع الصبيبطات اللي عندي وصراحه فرحانه به. وشوفوا الرجيله ديالو كيفاش دايرين. المهم تنوريكم التفاصيل ديالو كيفاش دايرين. المهم يا اختي كيفاش جاكم بلاكاري واش شريتو زوين ولا تصيد فيه اختي قولوا لي نتوما. ايوا صافي هنا ولدي كان تيلعب اختي التوابل ديال تاع البلاكار. البنات انا بالنسبه للساروت راه ما كانتش فيها انا اللي درتها اختي على قبل ولدي حيت عارفه ما غيخليش البلاكار مسدود وغيبقى تيخبط فيه. قلت لها ما ندير ديك السويرته قالتها لي ب 30 درهم البنات باش قالت لي القفل. صافي تنقول نديرو تماك عاوتاني تنقول لا نديرو لهاد الجهه هنايا. ايوا صافي غادي تشوفوا فين درتو كيفاش قديتو وانتم معايا ان شاء الله. البنات وليت قررت ندير البلاكار هنايا. المهم هنا درتي وجهيه تاع رزق صراحه طلعت نحاول ما نبينوش بزاف. المهم انا ماشي مخبيه عليكم ولا شي حاجه عارفه كاينه خوالاتو وحبابات ديالو ولكن المهم ايفيتيا باش ما شي نهار نسمع شي كلمه تقول على ولدي ولا شي حاجه ما غاديش نسكت غادي نجاوبها. المهم ايفيتيا زعما ماشي مخبيه بزاف ولكن ايفيتيا انه يكون بازيه على الخدمه في القناه ما نخدمش بولدي هادشي اللي كاين. ايوا صافي كما تشوفوا هذا هو البلاكار اللي خديت اختي. درت هكا هاد الديكورات من الفوق هذيك تعطيني الريحه تنتقد لها معطر ديالها دابا نوريه لكم. ودرت هذاك اللي تندير فيهم الزويته كاع باش نهضر معكم. المهم درت هذيك اللعيبه تعطيني زويته وهادو الزيوت البنات اللي انايا تنعطر بهم الدار. المهم هادو راه تيتباعوا تشري قرعه كبيره تبقاو نتوما تخلطوهم مع المعادي وتعطروا بهم. معطر ديال يارا بالنسبه للبنات المعطرات راه كاينين عندي اللي بغاتهم مرحبا و6000 مرحبا. وبالنسبه انا درت هاد السويريته على قبل الرزق هادي ما كانش كاع في البلاكار نهائي حيت فاش يتباع البلاكار ما تباعش فيه السارد. المهم انا هادي 36 درهم وقادتها ليا حكم ولدي. انا عارفه اختي ولدي غادي يمشي ليا البلاكار هذاك الشيء علاش درت شتو تجي لكم في واحد السويقته هنايا. المهم هكا استفتو صف بسيط. المهم داك الشيء اللي نضع الصوت تاع الشتوى السبرجيلات ديالي انايا سبرجيلات مول الدار سبرجيل اختي الصوان هادو السبيطات تاع ولدي الصابو تاع باش نخرج ولتحت درت فيه البانطوفات وواحد واحد البوتس ديالي. ايوا صافي وهكا جا بلاكار زوين مسدود. راه كاين كبر منه بالنسبه لكبر منه نيت زايد عليه حتى لهنايا. المهم دير شي 1000 درهم 1100 درهم كاع هكاك هادشي اللي كاين. ايوا بصحتي وراحتي والعقوبه كاع اللي ما عندهاش اختي بلاكارات العقوبه ان شاء الله دير بلاكار ديالها.
هذا هو البلاكار. البنات راه شحال من واحد لقيت عنده البلاكارات ونبغي ناخذه، ولكن اللي عجبني اكثر هما هاد اليديات هادو اللي تيدير زويونين، يعني مختلفين على البلاكارات العاديين. وهادو راه السيد اللي تيقادهم راه تنعرفوا الا بغاتو شي وحده راه نتوسط ليها اهلا وسهلا، يوصلها حتى لدارها. المهم تكون غير معقول، والمعقول هذا هو اهم حاجه، المعقول. وانا تنفكر ان شاء الله باقي غناخذ من عنده واحد اخر غير يبدل ليه الديزاين، يكون فيه شي مجر كاع هكا. غادي نديرو كوافوز وغنحيد الكوافوز ديالي. المهم دقه دقه تيحمل الواد. البنات انا اليوم ولدي الصبح ضربوا لي البرد، ما تيتعرب الليل، ضربوا لي البرد. ونوريكم العلاج اللي تندير انا لولدي. صراحه انا باقي ولدي ما عمرو شرب ليا لانتيبيوتيك باقي من بالصحه والسلامه. دابا راه عنده عام و7 شهور هكاك، باقي ما عمري دخلت ديتو عند الطبيب شحال مره وتنقول لها حاولي ما اقدر الا كان ممكن بلا ما تشني لانتيبيوتيك، وتنحاول نعالجو. طبيعه الحال الدواء راني شاريه عليه متخرجه ليه الطبيبه، راه اصلا ماشي بعيده دي باش كنت ديتو عند الطبيبه. ومهم قبل ما نروح لهاد الطريقه كنت ديتو عند الطبيبه وهذا وما خديتليش لانتيبيوتيك. ونوريكم الحوايج الطبيعيه اللي تندير لولدي. بالنسبه انا اشنو عندي دايره، انا غنبدا نوريها لكم. بسم الله. كبير لا حتى انا. المهم انا الدواء تاع ولدي عندكم خل التفاح، طبيعه الحال ضروري خاصو يكون عندي. عندكم شاده قرعه ما قبل ما يتزاد من عندي رزق، هي عندنا ناخذها حتى حنايا. فيها الثومه وسكينجبير طري، وفيها هلاو هذيك تقادت ليا، هذه كانت عندي عامره تقادت، خاصني نعاود نقادها. فيها الثومه وسكينجبير، والعسل الحور وزيت العود، ديك اللي مقطره من الليد، ديك زيت العود اللي تيقطروا باليد مع السميد، ديك ماشي اسمها ديك السميه مشات ليا. المهم هذيك هي اللي كنت مخلطه هنا. هذه تقادت ان شاء الله خاصني نعاود نقادها. بالنسبه فاش تقادت ليا هذه هنا البنات، ها نتوما شوفوا كيفاش دايره هذه عندي سكينجبير تكون طاحن على اليد، وعندي ثومه محكوكه الحمراء، وعندي زيت العود تكون زيت العود والله الا مشيت وصيت على واحد السيد اتصلت لنا شويه طحناه هو على يدي، زيت العود وعسيله حره. هادو تا هما خلطتهم بحال هكا، راه غادي نكبهم هنايا. عسيله حره هذا البنات الا زعما درتوه هادي قبل ما ديروا فيها العسل، قبل ما تزيدوا فيها العسل شدوا يديكم هكاك باقي سخون ومعكوه معكوه 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 مزيان، ودهنوا الدري الصغير ظهروا وصدروا تيسخن. انا درت ليه البابي، ما عنديش قاعده كلاصي، درت ليه البابي على صدرو وعلى ظهرو وجمعته مزيان وكملته عندي وعطيته البزوله. حيت انا باقي تنرضع ولدي، عطيته البزوله تسرح ليه صدرو وشربته واحد شويه بالعسل، تسرح ليه صدرو الحمد لله وقدر ينعس. بالنسبه هذه هي الوصفه الاولى، تنتمنى ان شاء الله نكون شرحتها لكم. شويه سكينجبير تكونوا واحد المعلقه صغيره سكينجبير تكونوا طاحنوا على يديكم، زيت العود والثومه الحمراء تسخنوه فوق البوطه مزيان، وباش دهنوا لهم صدرهم وزيدوا فيه عسيله حره وكلوه ليهم. ثاني حاجه تنقاد البنات هي الفيتا، بحال مشيت صيفط اختي لي الفيتا غير دابا. الفيتا كنحكا. بالنسبه للبنات العسل الحر ما تيتعطاش للدراري الصغار اقل من سنه، يقفلوا سنه وعاد ممكن تعطيهم شويه العسل الحر. المهم هذه كنصيحه للاخوات، نسيت ما قلتهاش في وسط الفيديو، العسل الحر ما تيتعطاش للدراري الصغار الا ما كملوش عام. من بعد عام البنات عاد تقدروا تعطيو لولادكم العسل الحر. هذه كانت قالتها لي الطبيبه وبقيت عاقله عليها، لان انا اصلا متبعه مع الطبيبه لولدي. وصراحه قلت لكم ما عطيتوش الانتيبيوتيك حيت فاش كان باقي صغير اول جلبه كانت طلعت ليه السخانه بزاف وكنضربوا البرد. ديك الساعه وليت نتبع مع الدكتوره، مشات لي سميتها ولكن هي مرض المهم انا كانت مشات لي سميتها ولكن هي مرض فواز، راه معروف فواز انه يجي يتبع العيالات، هما راه عياده وحده مقسومه على جوج. صراحه الله البنات كنت مشيت عندها ديك الساعه فاش يلاه تزاد لي رزق عنده شي شهرين او 3 شهور. كانت الجلبه عنده الثانيه ياك ولا مرتي هي الثالثه، وكانت طلعت لي السخانه بزاف ومشيت عندها مخلوعه. كنت دورت لها بالليل وقالت لي ما تخافيش، وراتني الحوايج اللي خاصني ندير وهذا والغد ليه مشيت مخلوعه عندها. دخلت انا الاولى صراحه الله من بعد ما قلبات ولدي وسميتو عاودت لها يعني فاش شافتني قالت لي علاش انت مخلوعه هكا؟ قلت لها انا اول ولد عندي وشحال ما ولدتوش وراه الدكتور فواز هو اللي ولد. المهم السيده مسكينه تصنطات ليا، هذه اول مره مشيت عندها تصنطات لي صراحه وعطاتني نصائح اللي تبعتهم. قالت لي شوفي
عطاتني الصراحه الله ما كايناش بابا نهضر معاك بحال هكاك. قالت لي شوفي هو الدواء راه ما تيداويش، قالت لي هو اهم حاجه للبيبي هو خاصها تقوى ليه المناعه ديالو، خاصك تحاولي تقوي لولدك المناعه ديالو ان شاء الله فاش يولي تياكل طبيعي. فهمتي بدات تعطيني بزاف ديال النصائح الصراحه الله ما عمري ننسى خيرها. انا وقت ما مشيت بديت نتفكر داك لوجيست اللي دارت معايا، وكانت عطاتني نصيحه وقالت لي حاولي ما ان اللي بيبي ما خاصكيش تكثري لهم الدويان، لان الدويان صعابين عليهم. والانتيبيوتيك بالاخص، هي هضرت لي على الانتيبيوتيك بالاخص، قالت لي راه الانتيبيوتيك ما تيخليش الوليدات تقوى لهم المناعه ديالهم. صافي انا تصنت المعلومات ديالها بقيت متبقاهم الحمد لله. وقت ما مشيت عندها حاليا تنمشي عندها تقول لي برافو عليك الحمد لله والشكر، تنمشي عندها تقول لي اش ما عطيتيش الانتيبيوتيك انا، تنقول لها باقي ما عمرو خدها مدام، تقول لي برافو عليك صراحه متبعه داكشي كما هو، وتتحفزني انني غاديه مزيان، يعني تنبقى غاديه مزيان. بالنسبه للبنات هو ماشي نقول لكم الدواء خايب ما تعطيوش لولادكم، كاين واحد الوقت اللي نحتاجوا للدواء بحال السيرو ديال الكحبه، بحال القويلبات، يعني تنحتاجوا لشي حوايج غير هو تنحاولوا نعاونوا الطب الطبيعي باش نخليو لهم ديك المناعه ديالهم تقوى. هادشي اللي كاين كما شفتوا الفتاح حكيتها ودرت على السكر كلاصي غنخليها تطلق، والوصفه اللي بارطاجيت معاكم. ايوا صافي البنات هنا دخلت للكوزين اختي غادي ندير صويبه نسخنوا بها الطحنه الكبار عظامنا مع هاد البرد اللي ولا. المهم هنا جبت بصله قرطه عشوائيه، مطشه عشوائيه، خيزو عشوائي، قريعه عشوائيه، متيشه عشوائيه. جبت هنا عندي قشور ديال الكروفيت وراس ديال الميرنا اولا شي راس ديال الحوت كبير، يعني شريتو شي حوته كبيره، شدوا الحوته الكبيره حيدوا لها العينين ديالها، تحيدوا العينين حتى يطلقوا المروره، و نقيوها من الوسط ديالها، يعني دوك النغانغ داكشي اللي في الراس حيدوه صافي، وعدو احتفظوا به في الفريغو راه تيجي زوين في لاصوب، تيعطيه واحد اللوغو فن. المهم هنا كما تشوفوا هادشي هو اللي درت. هنا كنت صيفط اختي درت قشور الكروفيت القشور، صيفط اختي جابت لي القرعه، درتها في هذا، درتها في الكوكو حتى هي، ودرت سكينجبير من الاحسن البنات العطريه وقفوا عليها الطحن على يديكم وخذوها، راه تعطي واحد البنه في الطياب وواحد الريحه ديالها راه ما شاء الله. جربت عرفتي البنات وليت ناخذ البزار على اتساع، كل مره تناخذ من عند نفسي تنخلط بين البزار الابيض والبزار الكحل، وتناخذ ديك 5 دراهم هاد المره و5 دراهم مره اخرى، وتنطحن كل شيء صراحه الله غزال. المهم درت كما شفتوا الخرقوم، البزر، سكينجبير، التحميره. هادشي اللي درت فيها. غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر والثوم واحد الرويه الرميل. ايوا صافي وغادي ندير على الكوكو ديالي الماء غنخليها طيب. من بعد ما طيب غادي نطحن كلشي في مونينيكس، غنطحن لاصوب ديالي في مونينيكس وغادي نصفيها، وعرفتي كتجي البنات واحد لاصوب غزاله صراحه. الخضره اللي ما تبغيش تكال لكم ديروها بهذه الطريقه هذه راه فنه، حتى الوليدات ديالكم شربوها معكم. هاد اللاصوب راه غنشرب منها انا ولدي. انتم شفتوا الزيت ما قلتلاش لكم، هي بانت لكم قدامكم درتها. كيف قلت لكم البنات هذا درت الكرافس فيها، درت القزبوره معدنوس جات فنه. دابا هنا طحنت لاصوب شوفوا كيفاش جات، راه باقي بطلع واحد الغليه، ورميت فيها بلاتي، ورميت فيها عندي هنا واحد شويه الكروفيت مكونجلي هي شويه باش هكا ليه شي زليفات لقى شي حبه. ودابا غادي ندوز نقاد، بقى عندي الخبز. دابا البنات بقاو عندي واحد 3 الخبيزات غادي نديرهم بحال بيتزا معمره. المهم غنديرهم بالطريقه ديالي وغنبارطاجي معكم حتى الطريقه، ما تجيش على ضفاري. راه يلاه حيد داك فيرني بيرمانو، ايوا صافي بحال ما حيدته. دابا ان شاء الله غادي نعمرهم بطريقتي، بقاو معايا في البنات. خديت هنا هادو قطعتهم هكا، درت فيهم الثومه وشويه ديال الزبده بحال هكا، ديال الزبده وحكيتها، وغادي نزيد الزعتر. وهنا درت هادو بحال بيتزا، صوص طوماط مقومه والفلفله والزيتون والمايس. المهم بغيت ندير الطون عاوتاني قلت دير هذوك بالحوت ما كاينلاش نبقى نديرهم غير هكا باش ندوز بهم لاصوب. المهم فاش يوجدوا انا نقول لكم. المهم هكا باش حتى هذا الخبز حنت ديال الصباح ديال الفطور، يعني الا بقى غادي يصبح لاوي ما غاديش يتكال. من هكا درنا ليه تدويره اختي يدوز مع لاصوب وصافي. بالنسبه هذا راه درت فيه زبيده بلديه هكا، عرفتي بيجي مقرمل بالثومه، وغادي نزيد دابا شويه البزار ومليحه، غيجي فن هذا الخبيزه. دابا فرت كان تعجبني هذا على هذا. ايوا صافي وغادي ندير هكا شويه الزعتر عليهم كلهم بحال هكا كما تشوفوا. ايوا صافي وغادي نحطهم ليهم مع لاصوب. وها هي عشيوه على مزينه الله يرحم مولاي ادريس.
وكانت هذه العشيوه ديالنا البنات. اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد